شكرا لسيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن بعض الناس يكرهوننا لمزايانا وليس لعيوبنا، فقد كرهوك لأنك جميل وطيب ولا تشبههم. تعلمت أن الخير والشر ليس في الأشياء، وإنما في طريقة استخدامنا لها. فقميصك كان مرة أداة كذب، وكان مرة دليل براءة، وكان مرة دواء وشفاء. تعلمت أن هذه الدنيا لا خير فيها، بئس دار تباع وتشترى فيها أنت بدراهم معدودة. تعلمت أن المدارس والجامعات والكتب ليست إلا أسبابا، وأن المعلم الحق هو الله. من قصتك تعلمت أن لا أشكو بثي وحزني إلا إلى الله، إلى من بيده الأمر كله. شكرا لك سيدنا يوسف.